السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده انا عندي ده كان ربع كيلو سمسم، وده هنا كان كيس فيه سوداني كان عندي اصلا في التلاجة على فكرة، وكان بقاله فترة يعني وكده. فقلت بقى كنت محتارة مش عارفة اعمل ايه وكده، فقلت طب ما اجرب اعمل الفولية والسمسمية، بما ان يعني الامكانيات كانت متوفرة عندي. كل اللي انا جبته بس اشتريت سمسم، وكده كده اصلا يعني مية الورد يعني كده كده اساسا انا كل فترة بجيبها بستخدمها في حاجات تانية. وعسل الكلوكوز برضو انا بجيبه واحطه على الشربات دايما يعني. فيعتبر الحاجات دي كده كده هي بتبقى متوفرة. وطبعا ده كيس سكر عادي جدا جدا، يعني اي سكر عندك المهم بس انه يكون فاتح، ان شاء الله يكون سكر تومين مش فارقة يعني. فطبعا هنا بقى قلت اجرب، انا اول مره على فكره اجرب ان انا اعمل حاجه حلاوه المولد في البيت. يعني انا هوريكم انا عملت ايه النهارده، وهتشوفوا برضه هقول لكم ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها وكانت حلوه ولا وحشه. انا بصراحه هنزل لكم الفيديو زي ما هو كده بالظبط يعني. فطبعا جبت الصاجه وحطيت فيها، فتحت كيس نضيف وفرشته فيها. يعني على حسب بقى الفيديوهات اللي اتفرجت عليها وكده، المفروض ان ايه بنبقى مجهزين يعني الصينيه او الحاجه اللي هنحط فيها قبل ما بنشتغل يعني. فهنا بقى جبت طبعا السوداني عشان كان خارج من التلاجة ساقع. ده هنا كان في التلاجة اصلا عندنا بقاله فترة. فقلت بقى ايه اديله تحميصة كده على البوتاجاز يعني علشان طعمه ما يبقاش ايه، ما يبقاش مثلا في طراوة او كده يعني. فطبعا هنا انا حطيته على النار. هو طبعا طعمه على فكرة كان حلو يعني، هو ما كانش طعمه متغير لانه هو اصلا كان في التلاجة. انتوا عارفين الحاجة لما بنحفظها في التلاجة بتحتفظ بطعمها، انما لو سبتيها بره ممكن طعمه يغير معاكي وما يبقاش حلو اصلا يعني. فانا هنا بقى طبعا عشان هو كان ساقع واخد من حرارة من سقعية التلاجة، فقلت ايه ادفيه على النار. فانا ما حمصتوش، انا قلبته بس كده لحد ما ايه ما سخن معايا، وحسيت ان ريحته طلعت بس يعني. طبعا انا زي ما قلت لكم انا بصراحه ما كنتش هنزل الفيديو ده صراحه، يعني النتيجه في الاخر ما عجبتنيش. بس ماما هي اللي اصرت بصراحه ان انا انزله. مش عارفه، بصوا هو انا عملت الخطوات زي ما شفتها بالظبط، بس المشكله التقطيع كان وحش جدا، لان هي مسكت مني. والحاجه طبعا لما احنا بنعملها اول مره غير لما تكوني متعوده على عمايلها. والله انا يعني كنت متردده جدا في ان انا اسجل الفيديو وانزله، بس صراحه ماما اللي اصرت. هنا بقى جبت الصاج ودهنته زيت. وقبل ما اعمل الشربات بقى وقبل ما اعمل اي حاجه هدهن الاول الصاج حبه من الزيت كده وهركنه على جنب. والسوداني زي ما انتوا شفتوا كان اتحمص، رجعته حطيته في الطبق تاني وسبته بقى ان هو ايه ان هو يبرد شويه. طبعا انا هصور معاكم الفوليه والسمسم انا عملته بنفس الطريقه. فهنا بقى طبعا انا نزلت بكوبايه من السكر، وهنزل عليها بنص كوبايه من الميه، ومعلقه من عسل الكلوكوز، وحبه ميه ورد. ده اللي انا هعمله. لو انت بقى مش حابه تحطي ميه ورد وعايزه تحطي فانيليا برضو عادي مفيش اي مشكله. طبعا انا هنا عشان كنت بصور وبعمل في نفس الوقت فما كنتش متحكمه قوي، فالمعلقه هنا ما كانتش مليانه قوي، وانا هرجع هاخد حبه كمان يعني. طبعا هي الفكره كلها هي كوبايه سكر ونص كوبايه ميه ومعلقه من سكر الجلوكوز او عسل الجلوكوز زي ما تسموه يعني. بس انا هنا خدت حبة كمان عشان كده تبقى ايه، تبقى زي يعني معلقة كبيرة يعني بمعنى اصح. وهقلبهم بقى كده بالراحة عشان ايه يعني هما بس يعني يختلطوا ببعض، انما مش هدوبهم، انا هسيبهم على النار هما يدوبوا مع بعض يعني. هبدأ بقى ان انا هنزل بسنة صغيرة من مية الورد. عايزة تحطي مثلا فانيليا برضو براحتك يعني لو انت ما بتحبيش مية الورد. بس الوصفات دي لما احنا بنشتريها من بره اصلا بيبقى كلها مية ورد اساسا يعني. هنا بقى خلاص كان الشربات هنا بقى معايا بدأ ان هو ايه، يا دوبك هنا كان عدى عليه بالظبط بتاع 5 دقايق وبدأ يغلي. هبدأ بقى ان انا اقلبه بقى بالمعلقة، وهشوفه لحد ما احس ان هو القوام بتاعه كده بدأ يعني يمسك حبة. هنزل بالسوداني كله. هنا كان لسه شوية يعني. طبعا هو يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي لما انا عملته من الاخطاء انه اهو هنا بصوا بدأ يتقل اهو. من الاخطاء اللي حصلت معاه انه مسك جامد قوي معرفش ليه. فهنا بقى طبعا انا حطيت السوداني وبدأت بقى ان انا ايه اقلبه، بس طبعا عشان كنت بصور ما كنتش متحكمة قوي، حتى اكتشفت ان الصورة في الاخر في الفيديو صغيرة مش عارفة ازاي يعني.
فهنا بقى طبعا وقفت الكاميرا وهقلبه كويس. وهنا بقى بعد ما ايه ما قلبته بقى خالص وكده، ده كان شكله. مشكلة بقى الغلط بقى اللي انا وقعت فيه، ان هو لما جه ان انا يعني افضيه لقيته بيمسك بسرعة جدا. هل ده طبيعي؟ انا لما شفت فيديوهات انا يعني عن الحاجات دي وكده، كنت بلاقيه ان هو يعني بيتقطع معاهم بسهولة او كده. انا لا، انا مسك بسرعة مع ان انا ما ركنتوش خالص. خدته من البوتاجاز على الصاج على طول. وماما هنا حتى هي اللي كانت بتفضيه، وانا كنت بصورها. وبدات بقى ان انا لبست كيس وقعدت بقى ان انا ايه يعني ابططه كده علشان افرده في الصاج يعني. بس كان ماسك جدا جدا جدا، وقطعته بصراحه بصعوبه. علشان كده انا مش عارفه هل ده كان خطأ مني مثلا، في حاجه في اللي انا عملته غلط، انا مشيت بنفس الخطوات مظبوطه، ولا هو دي طبيعته وانا ما كنتش قادره اقطعه كويس. المهم بصراحه يعني شكل التقطيع في الاخر ما عجبنيش قوي، وده السبب اللي كان مخليني ان انا مش عايزه انزل الفيديو بصراحه. الشكل العام ما كانش عاطفي، بس ماما قالت لي لا والله ده طعمه جميل وكده وما فيهاش اي مشكله، نزليه. ف... فبصراحه بقى ايه قلت يعني هشاركه معاكم وهنزله، وهو نصيبه بقى يعني. بس يعني لو حد عنده خلفيه يقول لي انا كده عملت صح، ولا في حاجه كانت غلط عشان كده هو مسك بسرعه قوي، مع انه كان على النار. يعني هو على النار ومسك، المفروض الحاجه على البوتاجاز بتفضل طريه. هنا بقى خلاص بحاول بقى خلاص كده ان انا اظبطه. هبدأ بقى ان انا ايه احاول ان انا اقطعه بقى بالسكينة. طبعا السكينة بنبقى دهنينها الاول زيت علشان ما تمسكش فيها. بس هنا بقى وانا بقطعه بالسكينة كنت بلاقيه ايه زي يعني مش بيتفرق، بيتقطع، مش عارفة يعني، انتوا هتشوفوا دلوقتي وانا بقطعها يعني. لدرجة ان انا بصراحة كنت عايزة اسيبها كده وقلت اكسرها في الاخر، يعني ما كنتش عايزة اكمل تقطيع. او بصي لما تيجي مثلا او لما بتيجي تقطعي بتحسي ان السودانية بتتقطع، فالطرف بتاعها بيبقى ايه، بيبقى شكله مش حلو يعني. ده انا عايزه اقول لكم بقى اللي تقطيعها بايظ خالص معايا، وما رضيتش اصور لكم التقطيع بتاعها قوي، السمسميه. يعني انا السمسميه انا عملتها بنفس الطريقه دي. السمسميه اللي بقى اللي بهدلت الدنيا معايا في التقطيع، مسكت اكتر. يمكن ده كان فاكك شويه يعني الى حد ما، وهو لما جمد اتظبط. لا السمسميه كانت صعبه. فهنا برضو بصوا ده بقى الشكل بقى بتاعه. فانا بالنسبه لي التقطيع ما عجبنيش، لان انا كنت متخيله ان انا هقطعه زي اللي زي اللي بيتباع جاهز بره بالظبط. فماما قالت لي لا، احنا انتي بتتعلمي ودي اول مره، فطبيعي مش هتطلعيه بنفس الايه، بنفس الشكل. مع الوقت ومع التكرار هيطلع معاكي مظبوط. بس بصراحه هو كان طعمه زي اللي بنشتريه من بره يعني، حمصيه وفوليه عاديه جدا. فطبعا انا هنا بقى ايه يعني بدأت اقطعه طبعا بعد ما سبته يبرد خالص، وقلت اسيبه بقى ان هو ايه ينشف بقى ويتماسك ايه، ويتماسك مع نفسه. يعني هنا كمان أنا كنت سبته بتاع حوالي ساعة، وجيت اشيله. قلت احطه بقى ايه يعني اشيله من على الكيس وكده، افرده مثلا على صينية بعيدا عن الزيت والكيس وكده. هنا بقى بنفس الطريقة اللي عملت بيها الحمص عملت بيه السمسم بالظبط. اهو بصوا، هبدأ بقى طبعا ان انا اقلبه كده. طبعا السمسم مسك اكتر من الحمص، وبصراحه كانت متعبه جدا. وعايزه اقول لكم سخنت قوي قوي، ويعني ولسعتنا في ايدي كذا مره وانا بحاول ان انا افردها، على الرغم ان انا شفتها في التقليب اسهل، وتوقعت ان هي هتبقى اخف من الحمص يعني. اهو هنا بقى بصوا، يعني هنا بقى ايه كانت ماسكه بقى كده وانا بحاول انزلها. هنا بقى ماما ما كانتش واقفه معايا يعني، فهي ما ساعدتنيش. انا هنا بقى فصلت الكاميرا ونزلتها، ولبست كيس بقى في ايدي، وبدات ان انا ايه ابططها يعني. بس عايزه اقول لكم كانت سخنه جدا جدا جدا، يعني يمكن الفوليه بتبرد بسرعه، دي لا، دي قعدت فتره سخنه قوي، سخنه وناشفه في نفس الوقت. فمش عارفه بقى هل هي سكرها كان زياده ولا ايه، بس انا عملتها بنفس الخطوات اللي انا عملت بيها الفوليه، هي نفس الخطوات اللي انا عملت بيها السمسميه. هنا بقى طبعا قطعتها، بس انا ما صورتش بصراحة الفيديو بتاع التقطيع، لان هي بصراحة غلبتني جدا، فما كنتش عارفة اصور واقطعها، والستاند عندي كان مكسور، فمعرفتش ان انا ايه يعني اصورها، يعني اعلق التليفون وكده. بس بصوا هنا لما قطعتها عملت ايه زي ايه، جت من الطروف كده. هنا كنت قطعتها اصلا، بس كنت بحاول ان انا اسلكهم ايه بعيدة عن بعض. حسيتها ان هي يعني مش عارفة اتجرحت، مش عارفة
المهم يعني هوريكم شكلها لما تتقطع في الاخر يعني. انا كنت بحاول افصلهم عن ايه، عن بعض. اتفرولت بس مش فاهمه السكينه، المهم ايه، السكينه جرحت فيها يعني، ما اتقطعتش بالشكل اللي هو الايه اللي انا بشوفه بره يعني. هنا بقى خلاص بصوا، هنا بقى الفول بقى هنا كان نشف، كان نشف بقى كده خلاص بقى معايا يعني. في جزء انا حطيته بره على صينيه وده كان باقي في الصاج. بصوا بقى ده الشكل النهائي بصراحه. هو انا بصراحه مش راضيه عن النتيجه، بس هو الطعم شغال يعني، وما كنتش هنزل الفيديو بسبب التقطيع ده، ما كانش عاجبني. فاحكموا انتوا بقى وقولوا لي يعني انا كده نفعت اكمل ولا بلاش اكمل حلاوه المولد وخدها من قصير. انا كده كده هنشتري اساسا يعني. فاتمنى بقى طبعا بدون تريقه، الفيديو لو عجبكم اتمنى ان انتوا ايه، يعملوا لايك، ما عجبكوش خلاص يعني، وحصل اللي حصل.